والله شوف أنا يعني من بداية كرة القدم إلى الآن يعني، ولا زلت عندي قناعة شخصية أنه أنا ما أبحث عن أي مجد شخصي كثر ما أبحث عن مجد آه، لفريقي، لبلدي، للمجموعة اللي أنا موجود فيها. لأن عندي قناعة أنه الإنجازات الشخصية تأتي بعد الإنجازات الجماعية. لما يفوز فريقك وأنت تكون فارق مع فريقك، حتاخذ فرضا هداف أو تاخذ أحسن لاعب أو تاخذ، فلما يكون تركيزك كامل على الجماعية بتجيك الإنجازات الفردية. فهذا ما كان سبب إنه يجعلني يعني إني أفكر إنه أنهي مشواري الدولي بإنجاز، مع إنه أمر صحيح وما في أي مشكلة يعني إنك أنت يكون عندك التفكير هذا. لكن أنا أعطيك السبب الرئيسي، إنه بعد فقدان المنتخب للتأهل، فرصة التأهل إلى كأس العالم 2014، ما صار أمام المنتخب السعودي فرصة للتأهل إلى 2008 لكأس العالم إلا في 2018. وأنا أعتقد إني إلى 2018 ما راح أكون متواجد يعني حتى لو تأهل المنتخب. ففضلت إنه أفتح المجال وأسمح المجال لغيري. يعني البطولات الأخرى أنا شاركت فيها نعم. أكثر من نسخة يعني في البطولات السابقة، واعتقد اني اكتفيت يعني منها، وكان عندي طموح انه العب مره اخرى في كاس العالم. فلما فقدت الفرصه انه اشارك في كاس العالم مره اخرى، فوجدت يعني انه حتى المنتخب، حتى السياسه الفنيه عند الجهاز الفني او حتى الاداري في المنتخب يطمحون وانهم يفكرون في انهم يوجدون جيل جديد للمنتخب السعودي. تواجدي انا بالمنتخب ممكن اني احرم لاعب صغير من فرصه انه ممكن يشارك، ياخذ فيها، يكتسب فيها اكثر خبره، يحتك اكثر، وهذا هذا الامر اللي يحتاجه اللاعب الشاب الان. فهذا كان سبب قرار اعتزالي. لكن في الاونه الاخيره المنتخب خاطبني اكثر من مره في المباريات الوديه السابقه، وانا اتشرف ولي كل الشرف يعني اني امثل منتخب بلدي. وانا اهم مرحله كانت في تاريخي هي الفتره اللي مثلت فيها المنتخب. ولكن اعتذرت انا عن المباريات الوديه، وكان إدارة المنتخب السعودي، الجهاز الفني المنتخب السعودي تعامل مع الموضوع بكل احترافيه. في الاونه الاخيره قبل يعني مشاركات كاس الخليج، بطوله كاس الخليج، كان في اتصال بيني وبين المدرب ريكارد، وشرح فيه مدى انه اهميه تواجد لعيبه الخبره، مو فقط ياسر، يعني بعض العناصر الخبره اللي هو ينظر انه لا زالوا ممكن يعطون او يقدمون شيء نعم. للمنتخب. ذكر لي يعني انه ياسر انت تواجدك مهم بالنسبه لي في المجموعه، ومهم ايضا يعني كقيمه فنيه وحتى عناصريه يعني كخبره يعني مع الفريق. وانا سبق ان قلت انه متى ما كان المنتخب في حاجه ياسر فانا متواجد وتحت رهن الاشاره. ووجدت انه اسباب اللي طرحها الكوتش ريكارد انه مقنعه انه اعدل عن قرار اعتزالي، واتمنى باذن الله على قولتك ان نحقق ان شاء الله البطوله باذن الله. كأس الخليج بالنسبة لنا كخليجيين هي إرث تاريخي، ومن غير كأس الخليج تحس إنه في شيء ناقص في مواسمنا. مهما توالت علينا البطولات سواء كانت قارية أكبر من كأس الخليج أو كانت أصغر من كأس الخليج، تبقى ضد إلغاء كأس الخليج ومع استمراريتها، لأنها أنجبت لنا في الملاعب العربية الخليجية بالذات أسماء رائدة، أسماء صنعت يعني لمنتخبات بلادها ولفرقها امجاد تاريخيه يعني، ولازلنا يعني نذكر اسمائهم الى الان، ونذكرهم يذكرهم الجمهور. انا من مواليد دوره الخليج، خليج 16 كانت في الكويت. نعم. انا من مواليد كاس الخليج ولها فضل كبير بعد رب العالمين عليه. وانطلاقتي الحقيقيه كانت من كاس الخليج. فنتمنى استمراريه هذه البطوله والاهتمام فيها اكثر اعلاميا وجماهيريا، وحتى من المسؤولين او حتى المنتخبات المشاركه بكامل نجومهم يعني في هذه البطوله. اللي اذا كان في هناك اعذار يعني قاصه يعني تجبر الاتحادات الى الاستغناء عن هذا الامر، فهذا امر راجع الى كل اتحاد وتخطيطه. لكن نتمنى ان شاء الله استمراريتهم. ذكرياتي فيها كبيره صراحه. انا اول مشاركه شاركتها في كاس الخليج حققت اللقب مع المنتخب، واكثر ما يسعدني انه يكون لي بصمه في البطولات الخليج، اني اكون من ضمن افضل هدافين البطوله. فهذا امر انا اسعد فيه كثير. اجمل ذكرياتي للامانه اللي هي تحقيق بطوله خليج 16، بما انها اول مشاركه كانت لي،
كان في خلال هذيك البطوله انا سجلت هدف على المنتخب البحريني والغاه الحكم، كان باكورد، وكان حيكون من اجمل الاهداف اللي انا سجلتها في حياتي يعني، ولكن الحكم الغاه. اكيد المنتخب السعودي من اهم المرشحين في البطوله، ولكن كاس الخليج تختلف عن اي بطوله اخرى، ما لها مرشح معين. ممكن يعني تلعب كاس الخليج وانت افضل فريق وتطلع من الدور الاول، وممكن يعني تبدا كاس الخليج وانت اسوء فريق وتحقق البطوله. فكاس الخليج زي ما قلت لك لها طبيعتها لحالها، لها اجواءها الخاصه، لها منافساتها الغير، يعني ما في اي شيء تقليدي في كاس الخليج او انه يشبهها في اي بطوله اخرى. يعني ممكن وجرت كثير، ولك التاريخ يشهد انه فرض المنتخب السعودي تاهل كاس العالم من اصعب مجموعه ويخسر كاس الخليج، المنتخب الكويتي نفس الحكايه، الاماراتي، القطري، العماني، البحريني، كلهم نفس الموضوع، حظوظهم متساويه لكل الفرق. الكل كان يتمنى ان يشاهد الهلال والعين في مجموعه واحده، انت كنت تتمنى لا والله ما كنت اتمنى بالامانه يعني. لسببين، السبب الاول ان الفريق العين ند قوي، فريق قوي، والسبب الثاني انه تعرف الذكريات اللي احملها يعني العين والمحبه، يعني ما كنت اتمنى فريق اخر غير العين، ولكن مكره اخاك لا بطل يعني، وهذا واجب عليه، وانا الان امثل الفريق الهلالي اللي هو عشقي الاول والاخير. وانا سئلت قبل عن العين وانا في الفتره هنا في الهلال، وانا ذكرت يعني قلت مدى يعني علاقتي في العين او العينويه او الجمهور العيناوي او يعني انا قلت انه العين، نادي العين هو عاصمه مملكه الهلال في قلبي. فهذا مدى علاقتي وارتباطي في نادي العين او في الهلال، واتمنى ان شاء الله ان احنا نتاهل الفريقين، بس احنا نكون اول عشان نلعب في ارضنا.